أقساط القروض في المملكة في ظل حديث الدكتور بشر الخصاونة عن الاستعداد لشهر رمضان والتحضيرات الخاصة بهذا الشهر الفضيل. لكن ماذا سينتظر الأردنيين في قادم الأيام، ولم يتبقى إلا القليل على شهر رمضان المبارك في ظل الاستعدادات التي تتحدث عنها الحكومة وكذلك البنوك؟ إذا مشاهدينا الكرام، حتى نتحدث وإياكم أكثر في هذه التفاصيل سنخوض من الجانب الاقتصادي وكذلك في الشأن البرلماني بشكل موسع، وكذلك أيضا كيف سينعكس هذا القرار في حال تم اتخاذه على المواطن وكذلك على البنوك. دعوني أرحب حاليا عبر الهاتف بالخبير الاقتصادي نمر أبو كف. أهلا بك سيد نمر. مساء الخير السادة، مساء الخير للسادة المشاهدين. إذا سيد نمر، فيما يتعلق بتأجيل أقساط القروض حتى الساعة، ما زال المواطن الأردني ينتظر قرار حاسم أو هذه الانفراجة التي قد تساعده بكثير من الأمور في قادم الأيام، خصوصا فيما يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان المبارك والتجهيز لهذا الشهر الفضيل. إذا برأيك، هل سيكون هنالك أي قرار من قبل البنوك أو حتى الجهات المعنية بتأجيل أقساط القروض؟ والله يا أستاذ، الموضوع اللي تفضلت فيه الحقيقة أنه الآن يبدو أنه هو حديث الساعة بالنسبة للأخوة المواطنين، وربما يعني تكون الظروف الاقتصادية للمواطنين تدفع بهذا الاتجاه. الحديث عن موضوع تأجيل الأقساط، أنا بتصور أنه سيتم تأجيل الأقساط، لكن يعني يجب أن يعي المواطن أنه تأجيل الأقساط ليس بالأمر يعني المحبذ، ولا هو بالأمر الجيد للمواطنين. إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه الآن القسط الذي سيؤجل في هذه اللحظة وفي هذه الأيام سيمدد عمر القرض، وبالتالي سيرفع الفوائد المترتبة على المواطنين. وأضرب مثال بسيط على ذلك، يعني قبل أيام، يعني الآن إذا في مواطن نفرض أنه قسطه 300 دينار ومتبقي على عمر القرض 10 سنوات، ولنفرض أنه الفائدة الآن 7%، وهي قد تكون كمان أكثر من هيك، في نهاية عمر القرض سيصل هذا المبلغ اللي هو 300 دينار إلى 600 دينار، بمعنى أنه سيتضاعف هذا القسط. الآن يبدو أنه يعني المواطن يعني يمكن ما بيحسبها بهذه الطريقة، لأنه احنا كنا ندرك أن المواطنين الآن يعني مقبلين على شهر فضيل، والأصل في هذا الشهر أن يكون في تقشف وفي يعني تقليل في النفقات، ولكن للأسف أنه احنا أصبح عندنا عادات في رمضان ترفع من يعني الانفاق للمواطنين. موضوع التأجيل الأقساط الآن كما ذكرت هو قد يكون جذاب في اللحظة الآنية اللي احنا نتحدث عنها، لكن على المدى البعيد هي أمر غير محبذ، وخصوصا أنه أحيانا يتم الإعلان أنه تأجيل الأقساط لن يتم عليه استيفاء رسوم. ويجب أن يعي المواطن أنه في فرق ما بين استيفاء الرسوم وما بين الفائده. استيفاء الرسوم في الوضع الطبيعي، المواطن اذا بده يؤجل قسط، مثلا البنك بياخذ عليه حدود 10 دنانير مثلا، بعض البنوك بسبب تاجيل هذا القسط. لكن الفائده مثل ما ذكرت راح ترفع القسط بحدود الضعف. الان في اثار جانبيه اخرى ممكن تترتب على مجمل المواطنين حتى الغير مقترضين. الغايه اصلا الان من بث او من تاجيل الاقساط هي رفع السيوله في ايدي المواطنين. رفع السيوله معنى ذلك انه سيزيد الطلب على السلع، اذا زاد الطلب على السلع سترتفع اسعاره، وبالتالي يرتفع التضخم، فبالتالي الكل راح يعني يدفع ثمن هذا الموضوع. وان كان هذا يعني رفع التضخم او الاسعار الان قد يكون مؤقت، لانه يعني القسط بحدود يعني شهر واحد. سيد نمر، تتحدث بنقاط مهمة جدا. المواطن يعي فعليا أن لتأجيل أقساط القروض تداعيات لربما ستكون عليه، وربما تكون هذه التداعيات وخيمة نوعا ما. وأذكر دائما أن المواطن يرى أن هذه الانفراجة الوحيدة اليوم عليه هو تأجيل أقساط القروض. لكن أين المشكلة إذ تم تأجيل هذه الأقساط دون فوائد تذكر كما ذكرت أنت؟ والله اولا يعني اعتقد انه النظام البنكي ما بيسمح انه يعني يتم تاجيل اقساط القروض بدون فوائد. اذا اخذنا بعين الاعتبار انه البنوك هي مؤسسات ربحيه، وهي مملوكه ايضا للقطاع الخاص، والبنوك تدفع حدود 38% من ارباحها الى الدوله كفوائد. تمام مصلحه البنوك انها تقوم بتاجيل الاقساط بدون ما تستوفي فوائد او عمولات على هذا التاجيل. بالتالي يعني البنوك هي ليست مؤسسات يعني خدمات عامه او جمعيات حتى تقدم يعني خدماتها بدون مقابل. فالبنوك في النهايه يعني غايتها الاساسيه هي
الربح، وخصوصا انه موضوع التاجيل ايضا ليس الزاما للمواطنين، يعني انت بدك تاجل قسطك اجل، ما بدك تاجل انت حر على كيفك، ولكن انه البنوك تاجل بدون ما تستوفي، ما بتصور انه هذا الحكي وارد، وخصوصا اعتبرنا يعني اخذنا بعين الاعتبار انه يعني قد تكون يمكن الاردن البلد الوحيد حقيقه اللي لجأ لهذا الموضوع، ويمكن في فتره كورونا نعم كان في هنالك مبرر، لانه السيوله نقصت بشكل كبير بين ايدي الناس واصبح في ركود اقتصادي سواء للتجار او لغيرهم، وبالتالي الان يعني كان في مبرر ايام كورونا، لكن الايام اللي احنا نتحدث فيها الان يعني مش ما بتقول ما في مبرر، لا المبرر موجود، انه على اعتبار في نقص يعني في ايدي وسيوله الناس، وانه النفقات للاسف يعني عندنا احنا بشكل عام في المجمل في الاردن نفقات العائلات الاردنيه اكثر بكثير من ايراداتها، اما بالنسبه للبنوك البنوك ليس من مصلحتها انه تقوم بالتاجيل. نعم. اذا اخذنا باعتبار ايضا انه يعني التاجيل هو عباره عن قروض جاهزه تقدم الى البنوك، وهاي البنوك فرصه يعني لها كمان انها ترفع ايراداتها، اذا اخذنا باعتبار انه بحدود 250 ل 300 مليون دينار يعني حجم القروض التي سيتم تاجيلها في حال اتخاذ قرار في هذا الجانب. نعم. نعم، اذا سيد نمر، هل انت مع هذا القرار؟ بصراحه لا. لماذا؟ دعنا نوضح يعني اذا لماذا انت ضد هذا القرار؟ يعني انا حكيت استاذ انه يعني القرار هو عباره عن علاج مؤقت وآني جدا لمشكله المواطنين في موضوع الانفاق، ولكن على المدى البعيد، والمثل اللي ضربته يعني قبل قليل يعني في حال تاجيل قسط ترتفع بشكل كبير، هي عباره عن نقل المشكله وتاجيلها. نعم. ويعني كحل نهائي للمواطن ما هو حل مؤقت، ولكن يعني المبلغ اللي راح يتاجل راح يمدد في عمر القرض، وراح يرفع مبلغ الدين اللي على المواطن. إذن سيد نمر، وأنت اقتصادي وخبير في هذا المجال، برأيك اليوم ما الذي يجب أن يفعله المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة الاقتصادية نوعا ما، وعلى ما يبدو أنه لن يكون هنالك تأجيل لأقساط القروض؟ إذن ما الحلول برأيك على الطاولة أمام المواطن والحكومة كذلك؟ والله يا استاذ يعني هو موضوع يعني السؤال اللي تفضلت فيه له شقين، اول شيء بيتعلق بالحكومه، وفي شيء بيتعلق بالمواطنين، وللاسف انه يعني الحديث النظري غير الحديث العملي، يعني انا لو بتحكي للمواطن الاردني انك انت مثلا تقشف اكثر، او في رمضان مثلا يعني كثير من العادات الاجتماعيه يجب ان الاستغناء عنها، الكثير من المواطنين يمكن يجادل ويقول لك يعني طب انا كمان علي التزامات اجتماعيه وعائليه، كمان انا مطلوب مني ادفع هاي الالتزامات، وبالتالي يعني اذا تطلب من المواطن انه يتقشف، الاحسن حيث مبدا المواطن انه يتقشف، وتطلب منه كمان يعني في عادات اجتماعيه تضغط علينا كلنا، وبنعرف احيانا انها مثلا مش في موقعها، وبالتالي لكن هي جزء من حياتنا بدنا ندفع. فيما يتعلق بالحكومه الموضوع يمكن يطول الحديث والشرح فيه. الحكومه الان مطالبه الحقيقه انه يعني رفع دخول الناس، كيف يتم رفع دخول الناس؟ في طرق مختلفه، منها تشجيع الاستثمار، من خلق فرص عمل جديده، السعي الحثيث لفتح اسواق عمل جديده للمواطنين الاردنيين، خصوصا المواطن الاردني زي ما بنعرف يعني شخصيه جذابه للعمل في الخارج لما يملكه من مهارات ومن قدرات على العمل، ولكن انه احنا يعني بعصا سحريه انه نقدم حل اللي ماشي شكل المواطن ما بتصور ان هذا الحكي موجود، خصوصا انه للامانه يعني كل العالم يشهد يعني مشاكل اقتصاديه وخانقه، الا ربما بعض الدول يعني بعض الدول الغنيه. نعم. إذا الخبير الاقتصادي نمر أبو كبش، شكرا لك على هذه التفاصيل. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في ذات الملف، وسنتحدث أكثر عن تأجيل القصور أو الأقساط عفوا، إذ فعليا ستقوم الجهات المعنية كالبنوك بالتعاون والشراكة كذلك مع الحكومة الأردنية بتأجيل أقساط القروض في المملكة، ولربما يعني هذه الانفراجة الوحيدة أذكر دائما على المواطن الأردني في ظل الحديث عن شهر رمضان المبارك وكذلك الأعياد، لربما يعني يزداد في هذه الأيام الطلب على كثير من الأمور المتعلقة بالاستهلاك المنزلي وغيره أيضا من الأمور المتعلقة بشهر رمضان المبارك. سنكون معكم خلال دقائق إذن مع أيضا الجانب البرلماني، كيف يقرأ هذه الخطوة من ناحية تأجيل الأقساط كالبنوك، وكذلك
تداعيات ذلك على المواطن الأردني، دور البرلمان ومجلس النواب أيضا في هذه الخطوة أو حتى في هذا القرار. دعونا نرحب حاليا عبر الهاتف بمقرر اللجنة المالية النيابية ضرار الحرسيس. أهلا بك سيد ضرار. أستاذ بك أسلمك. إذا سيد ضرار، فيما يتعلق بتأجيل أقساط القروض، ما زال المواطن الأردني ينتظر حتى الساعة أي قرار متعلق بتأجيل هذه الأقساط. برأيك هل سيكون خلال الساعات القادمة أو حتى الأيام القادمة أي قرار من البنوك أو حتى الجهات المعنية بتأجيل أقساط القروض في المملكة أم ماذا؟ ستي أول شيء الله يعطيك العافية، شكرا للاستضافة. الموضوع الآن هو تحرك من خلال النواب بمذكرة نيابية موجهة لرئيس مجلس النواب يخاطب فيها الحكومة من خلالها أو الجهات المعنية بموضوع تأجيل أقساط لشهرين 3 شهر 4 لحلول شهر رمضان والعيد، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيعاني منها المواطن. وكانت المذكرة مشروطة بعدم تحميل المكلف أي شيء من الفوائد زيادة. لكن للأسف لغاية هذه اللحظة بتحدث معك فيها أنا تواصلت مع جمعية البنوك ما في عندهم قرار، لأنه أوعزوا بأنه ذلك يعود لكل مجلس إدارة في كل بنك القرار لهم. لغاية هذه اللحظة اللي بحكي معك فيها لغاية الآن يعني في كلام إيجابي لكن ما في قرار. يعني بتسمع من البنوك يعني كلام إيجابي لكن القرار لغاية الآن لم يصدر. نأمل إنه يصدر، وبالذات يعني إنه البنوك السنة هاي الماضي محققة أرباح عن العام اللي قبله. إذا سيد ضرار، عندما كنا نتحدث عن تأجيل أقساط القروض في المملكة ويطالب المواطن يعني الجهات المعنية كالبنوك بتأجيل أقساط القروض، كانت تأتي يعني القرارات سريعا حسب الطلب. لماذا هذه المرة هنالك ضجة كبيرة وبروباغندا إعلامية سواء على الشاشات أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي لتأجيل أقساط القروض في المملكة؟ لماذا أخذت هذا الحجم اليوم؟ لماذا لم يكن هنالك قرار واضح من قبل الجهات المعنية بتأجيل أقساط القروض؟ أختي تعلم تقريبا أكثر من 90% من الشعب الأردني هو مقترض بالبنوك. صحيح. ولذلك يعني أرباح البنوك تأتي من الشعب الأردني، وإحنا نأمل من الله عز وجل أن تكون البنوك عند حسن ظن بهذا الموضوع، وأن تكون في عندها مسؤولية مجتمعية تجاه المواطن الأردني. نظرا للظروف الاقتصاديه الصعبه وارتفاع الاسعار الموجود نتيجه الحرب الاوكرانيه وقبلها كنا بالجائحه، فكان موضوعنا يعني الان احنا 3 سنوات يعني سنوات عجاف حركه الاقتصاد الاردني. يعني احنا بنقول ان البنوك تتحمل مسؤوليه مجتمعيه تجاه المواطن الاردني اللي هو بغذي ارباحها في النهايه، واللي بلغت ارباحها السنه هاي البنوك ما يقارب المليار دينار اردني. يعني اذا اجلوا قسطين يعني عم نحكي عن نسبه تقريبا تنزل ارباحهم اقل من 1%. فيعني بتكون مسؤوليه مجتمعيه من تجاه المواطن بهذا الخصوص، واحنا من الله عز وجل انه يكون في يعني قرار ايجابي بهذا الموضوع. لكن انه لغايه هذه اللحظه اللي بحكي معك فيها انا متواصل مع جميع زملاء النواب اللي متعلقين، لان المذكره وقعت تقريبا حوالي 73 نائب في المجلس، لكن لغايه الان ما في اي ردود. المشكلة أن يعني تأخير هذا القرار أو من عدمه أيضا سينعكس بشكل كبير يعني على الواقع التجاري والاقتصادي كذلك في المملكة فيما يتعلق بالحركة التجارية، وكذلك تداعيات ككل على الأوضاع الاقتصادية في المملكة. دور البرلمان الأردني برأيك يعني سيد ضرار في تأجيل أقساط القروض، كيف يلعب هذا البرلمان الدور اليوم في الضغط على الجهات المعنية أو حتى نتحدث استعطاف الجهات المعنية بتأجيل أقساط القروض على المواطن الأردني؟ ستي في طلب من النواب الآن يعني بما أنه وصلنا تقريبا لمرحلة اليأس بهذا الموضوع، أنه طلب من النواب كان في باتجاه الحكومة أن تستخدم حقها بأوامر الدفاع وتلزم البنوك بتأجيل أقساط. يعني احنا ما بدنا الموضوع يوصل لهي المرحله، لكن اذا تعنفت البنوك بهذا الوضع وبالضغط الاقتصادي اللي احنا فيه يعني مجبر الحكومه ان تتخذ هذا القرار، نامل من ذلك يعني انه الحكومه مره يعني يكون لها موقف تجاه الشعب في هذا الموضوع. يعني احنا اجلنا قروض قبل مره وحسب ما حكيت انت وما كان في عليها اي اشكاليه. يعني التعنت بالقرار المره هذه يعني بوعزول اقتصاديا على انه راح ياثر على المستقبل البعيد واثاره راح تكون كبيره على المواطن الاردني. احنا مشترطين في المذكره النيابيه اللي قدمت للحكومه انه ما كان فيها اي تحميل اي عبء. يعني ما هذا الاقتصاد الهش الذي سيتاثر اليوم من تاجيل اقساط
القروض للأسف يعني الاقتصاد الأردني أصبح نوعا ما، أو حتى الواقع الأردني فيما يتعلق بالواقع التجاري والاقتصادي كذلك أصبح هشا جدا. أي أزمة أو حتى تأجيل أقساط القروض يتأثر بشكل كبير. أود أن أشكرك مقرر اللجنة المالية النيابية السيد ضرار الحرسيس على هذه التفاصيل، ونتمنى فعليا من الجهات المعنية اتخاذ القرار العاجل بتأجيل أقساط القروض في المملكة. وهذه مطالبات يعني شعبية ومطالبات حتى برلمانية كما وضح السيد ضرار بتأجيل أقساط القروض في المملكة، عدا أيضا التي يعني لربما يعتبرها المواطن الأردني انفراجة وحيدة عليه خلال هذا الشهر الفضيل. كذلك الواقع التجاري، الأسواق، المحال التجاري، الواقع الاقتصادي أيضا يطالب بهذه الانفراجة على أرض الواقع. سنكون خلال دقائق مشاهدينا الكرام مع نقيب أصحاب المطاعم والحلويات السيد عمر العواد. إذن ينضم إلينا حاليا عبر الهاتف السيد عمر العواد وهو نقيب أصحاب المطاعم والحلويات. أهلا بك سيد عمر. أهلا يا ستي، الله يسعد مساكي. إذن تأجيل أقساط القروض في المملكة، ما زلنا حتى الساعة ننتظر قرار واضح من قبل الجهات المعنية لتأجيلها. في حال لم يتم تأجيل أقساط القروض، كيف سيؤثر ذلك على الواقع التجاري، أو حتى نتحدث يعني على صعيد قطاع مثلا الحلويات وكذلك المخابز وغيرها من المطاعم؟ أول شيء ستي الله يسعد مساكي مرة ثانية السادة المستمعين. طبعا اللي بدي أحكيه هلا بجوز ما صرحت الشيء ولا مرة. عرفتي؟ دائما بنحاول نجامل شوي ونلطف شوي. شوفي ست الكريم، الناس ما معها سيوله، القوة الشرائية ضعيفة، من 50 ل 60% تراجعت الحركة التجارية بعمان أو بالأردن بشكل عام. هذا كلياته نتيجة الحرب الأوكرانية، ونتيجة طبعا كورونا ارتفع جزء منها، بس نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية زاد الأسعار زادت فلكية. نيجي بنحكي بموضوع آخر، اللي كان راتبه حوالي 600 دينار فرق السعر صار عنده 150 دينار، صار محل البوتيك مش مهم له، صار محل الحلويات مش مهم له، صار محل المطعم مش مهم له، صار لانه صار مش اولويه، صار يدور كيف بده يامن بس يدفع فاتوره او يخلص الراتب الباقي كيف يمشي حاله فيه. لما طلبنا انه ترتفع، اذا لاحظت كنا العام الماضي طلبنا والعام اللي قبليه كنا طلبنا بهذا الحكي بتاجيل الاقساط، كانوا يعملوا لزفت وكانه صار عيد وطني. المره هذه قاعدين صحفي بكتب لك والله ضد هذا الحكي، والصحفي بيقول لك لا معاه وشو الجد وشو كذا. الناس ما معها مصاري، رضينا ولا ما رضيناش، الناس ما معها فلوس نهائيا ستي. يعني هم مش عمالهم يقروا البوست العريض لما اجت الضمان الاجتماعي، حكى قبل العام الماضي برمضان، قال يا عمي اللي ماخذ راتب تقاعد من الضمان يجي يشتري من المؤسسات الاستهلاكيه او العسكريه وبنقسط له اياهم على 10 شهور. الاف الناس، مئات الالاف راحت الناس، لانه كل الناس كانت محتاجه ل 200 دينار، وهم كلياتهم كانوا 200 دينار. عداكي انه قسط كلياته حاليا نحكي قسط، فيش واحد اذا احصائيه البنك المركزي بيقول لك 7 مليون مواطن مدان. هذيك اليوم بصرح عطوفه محافظ البنك المركزي بقول لك الاقساط الشهريه حوالي 250 مليون. طبعا انت الزبون اللي بده يدفع فائدتها، مش انت اللي بدك تدفع فائدتها، ليش ما تاجل؟ مشان تعمل حركه. اذا صار تاجيل للاقساط ممكن يصير في شويه حركه وبسيط للحركه، اذا ما صار في تاجيل اقساط انا بتوقع راح تكون الحركه ضعيفه جدا، راح الناس تختصر على شغلات كثير لانه مش موجود الفلوس، مش موجود ست كل شيء ارتفع. اللحم البلغاري والروماني من 4.5 صار 8 ليرات ونص. بتصرح لك الوزاره، بتصرح لك من هون بتقول لك لا ارتفاع، لا ارتفاع. علبه اللبن اللي كانت ليره صارت 20 قرش، بقول لك لا ابدا ما في ارتفاع. رز مصطفى خلينا نسميه على الهواء وامرنا لله، اللي كانت 9 ليرات ل 10 كيلو صار ب 12 ليره ونص، يجي يقول لك ابدا ما في ارتفاع. كل شيء بس بده وزاره بس وظيفتها تدافع عن التاجر وناطق اعلام باسم التاجر. حكينا العام الماضي بجوز عن طريق التلفزيون 10,000 مره، قلنا يا عمي حطوا سقوف سعريه للتجار، عرفت بقول لك لا البلد مفتوح. طب ما هي اليوم وزير الصناعه صرح، والاسبوع اللي فات صرح بقول لك يجب انه وضع سقوف سعريه، معناته كلنا نحكي احنا صح، ما كناش احنا نغرد خارج السرب، بس ما في ناس بده يسمع. كل واحد خلص قاعد ورا هالكرسي فكر حاله صار حاكم عسكري وهو بده يحل ويربط لك كيفه. ما بزبط ستي، ما بزبط اللي بيحكوا، لازم إذا يعني سيد عمر، دولة ما عندهاش هي او مش امكانيات تعطي الناس مثلا. نعم سيد عمر، سيد عمر لو سمحت، إذا ما هي الحلول برأيك؟ يعني هل على الحكومة اليوم أن تقدم حل يرضي جميع الأطراف؟ طبعا ستي لازم، يعني هلا هي مش بدها ترضي،
لمصلحه الحكومه، انا وجهه نظري لمصلحه الحكومه تاجل الاقساط لانها بتعمل انتعاش بالسوق. يعني انا اتحدى انه فيش بيت يعني الحكومه نوعا ما تتحدث بان هذا القرار ليس متعلق بها، يعني الحكومه توضح يعني بطريقه مبطنه ان القرار ليس بيدها اليوم، بيد البنوك. ايش معنى لما بده يعمل، بتحكي صحيح انت ويقول لك احنا ما لناش علاقه بالبنوك، ايش معنى لما كانوا يطلعوا قرار اول كان بايدهم؟ ولما بده يصدر اي حكم اي ما هو وهذا ما كنت اتحدث به مع السيد ضرار. نعم طوارئ اي لحظه بيطلع قرار بده اياه، بعدين البنك لما بده ياجل هو بده يسامح زبونه بتعريفه وهو مسجلهم عليه. بعدين اللي ماخذ قسط مثلا، اللي ماخذ سياره ولا ماخذ له بيت ل6 سنين او ل7 سنين، لو زاد شهرين 3 القرض تاعه شو بده يفرق معاه؟ بس انت بتعمل انتعاش بالسوق، بتحرك السوق كامل. هذا ما كنت اتحدث به مع السيد ضرار قبل دقائق سيد عمر، بان يعني القرارات الماضية المتعلقة بتأجيل أقساط القروض في المملكة كان يتم اتخاذ القرار بشكل مستعجل وبشكل واضح دون يعني الحديث عن ضجة إعلامية أو حتى بروباغندا على مواقع التواصل الاجتماعي وجدل واسع تحت قبة البرلمان. حتى في الأوساط الشعبية في الشارع الأردني هنالك حديث وجدل واضح حول تأجيل أقساط القروض دون التوضيح من أي جهة فعليا إن سيكون هنالك تأجيل لأقساط القروض، ولماذا هذا التأخر أيضا باتخاذ قرار واضح بتأجيل أقساط القروض في المملكة. لما تنوي الحكومة تأجل والله ما بيستشيروا حدا، بيقولوا قررنا انتهينا، قرر مجلس الوزراء تأجيل الأقساط بصير، بس لما بدهم يتملصوا من أي شغلة منها تلاقيه ببلشوا يعطوا لك 100 حجر بالطريق، عرفتي؟ بدهاش واضحه الشيء. بعدين يعني بالنهايه بيعود القرار لهم، يعني المصلحه العامه بشكل عام انك تعمل انتعاش اقتصادي، انتعاش الاقتصاد تاجل الاقساط اللي هال 250 مليون ولا اللي هم يتحركوا بالسوق، هو يعني بفكرك لما تاجلوا قسط لسين او لصاد هو راح يخبيهم، اذا كان مش ناوي يعزم بيعزم، اذا كان في عليه فاتوره راح يدفعها، يعني بتصير انفراج عليه بهالرمضان، وتنسيش انه الجاد يعني السر في الشغل. اليوم كان في اجتماع طبعا، عرفتي؟ بيقولوا لا ارتفاع الاسعار، طب ما هو الجاد كان بليره 10 قروش صار بليرتين و10 قروش، ارتفع دينار. الجاد المسحه بتاع الشاورما اللي كان بليرتين وربع صار 3 ليرات و20 قرش، 3 ليرات وربع ارتفع بيوم ليره. يقول لك ابدا ما في ارتفاع، بس يعني اليوم مثلا حضر دوله الرئيس حضر اجتماع، طبعا احنا ما حضرناهوش طبعا لانه غير محبب فينا نحضر، عرفتي؟ الكل بيشيد بنزول الاسعار، مش بعرفش بيطلع لي واحد بصبح اللي بيقول لي الزيت نازل 50%، والله ما اليوم انا مشتري الزيت 26 ليره ما نزلش 50%، ما شفتوش نزل. يعني ما بعرف التصريحات الرسميه شيء والواقع شيء ثاني. صحيح. إذا نقيب أصحاب المطاعم والحلويات السيد عمر العواد، شكرا لك على هذه التفاصيل.